السلام عليكم في رابع فيديو من دورة شرح موقع خمسات ومستقل لواحد لسه بيبدأ الاكونت بتاعه وما عندوش اي تقييم على الاطلاق لحد اول دولار نستلمه سوا مع بعض باذن الله. عملنا 3 فيديوهات كل واحد فيهم كان ليه التاسك بتاعه في اخر الفيديو، ولو انت اول مرة تشوف السلسلة دي واول فيديو دوت يظهر قصادك هستأذنك انك ما تكملهوش، ارجع جيب السلسلة من اول فيديو وامشي مع التاسكات اللي حاطينها. وقول له يا دكتور انك لو ما عملتش التاسكات فانت معاقب وما تكملش معانا الفيديوهات. نور يا برعي. بص هم خلاص يعني اخدوا على طريقتك، فيعني اعمل اللي انت عايزه. تاسك الفيديو الاخير اللي لسه نازل من يومين كان انك تقدم على من 10 ل 15 وظيفه على موقع خمسات بالطريقه اللي شرحناها في الفيديو. وبما اني عارف انه صعب كلنا نلاقي 15 فرصه مناسبه لينا عشان نقدم عليها في موقع خمسات في ظرف يومين بس، فهنركن التاسك دوت على جنب لحد الفيديو اللي جاي بحيث نبقى اخدنا شويه وقت نخلصه كلنا فيه ونتابع مع بعض سوا باذن الله. الله حلو ده، نروح بقى وخلصت كده النهارده صح؟ لا مش للدرجه، احنا هنسيب خمسات بس الفيديو دوت وهنروح لموقع مستقل، وده الموقع الجامد تنين تبع شركه حاسوب اللي ماسكه خمسات ومستقل وكم موقع تاني. انا اعرف ناس فعلا كسبت الوفات الدولارات من الموقع ده، هو موقع عربي بيجيب فلوس كتير للي يركز فيه، وعشان كده قررت شهر رمضان باذن الله اني هقعد مع برعي معاك انت طبعا اللي بتتابعنا. بتكلم مين معانا؟ انت كويس يا دكتور؟ مفيش غير انا وانت في الاوضه. برعي المشاهدين صح معايا. فلو رجعنا وكتبنا الجوجل مستقل ودخلنا على الموقع وسجلنا دخولنا بنفس الايميل اللي عملناه بخمسات هنلاقي صفحتنا فتحت. ايه ده؟ مكتوب انك مسجل حسابك من 2018. امال ايه هنعمل اكونت من البدايه؟ انت بتضحك علينا صح؟ تشتغلنا قفشتك، انا كنت عارف. لا يا حويط، ده عشان احنا بس عاملين الاكونت بتاعنا كمشتري على موقع مستقل من 2018. كنا بنشتري خدمات من ناس بالفعل منزله الخدمه بتاعتها، يعني حتى لو رحت على التقييمات بتاعتي هتلاقيها صفر، هتلاقيني ولا اشتغلت اي حاجه خالص والاكونت بتاعنا فعلا لسه ابيض خالص. ولو رحت للمشاريع هتلاقيني بالفعل طالب خدمات من ناس من حوالي 5 سنين واشتغلوا معايا كمشتري مش بائع. هنرجع تاني عند الملف الشخصي وهنختار تعديل الملف. هيجي لنا حاجات شبه اللي عملناها في خمسات. عند النبذه التعريفيه مثلا انا حابب اختارها زي اللي احنا عملناها في خمسات عادي، هروح رايح لخمسات واحطه هو. لو حابب اغير حاجه فهعمل دوت تمام وعادي جدا. هنيجي عند المهارات، هنا هتختار اكبر عدد ممكن من المهارات اللي انت بتشتغل بيها وتخص شغلك ومستقل سامح لك اللي انت تضيفها. طبعا مش هننسى التخصص بتاعنا من فوق وهنختاره حسب مجالك. انا مختار تسويق الكتروني والمسمى الوظيفي كاتب ان انا بعمل اداره قنوات اليوتيوب. انت بقى ممكن مثلا تختاره تصميم فيديوهات وصوتيات او على حسب هتختار ايه تبع مهارتك انت. بعد كده هنرجع لحاجه مهمه جدا وهي معرض الاعمال، وهنبدا نضيف بعض اعمالنا. برايك وانت عندك اعمال سابقه صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما كانش عندي، بس انت قلت لي في فيديو خمسات ان حتى لو ما عنديش اعمال سابقه يبقى اعمل اعمال وهميه لنفسي وارفعها عشان تبقى كمثال على قوه شغلي، صح كده؟ تعرف ان انا احيانا بحبك وبحب اندماجك معانا واللي انت فعلا واخد السلسله جد. بالفعل دوت اللي هنعمله بالظبط. قائمه الاعمال السابقه دي مهمه جدا، اوعى تسيبها فاضيه يا صديقي. بس كده عينينا يا كبير. اضيف اعمالي ازاي بقى على مستقل؟ من هنا يا برعي هتدوس على اضافه عمل، هتطلع لك الصفحه دي. هيقول لك عندنا عنوان العمل، صوره مصغره، صور وملفات العمل، الرابط، المهارات، تاريخ الانجاز. ايه الكروته دي؟ هو انت كده بتشرح؟ يا عم توضح لي بالراحه. بص احنا هناخد مثال بالفعل على اشهر الاعمال اللي نازله على موقع مستقل عشان تبقى كل حاجه واضحه قدامنا ولذيذه جدا. من الثلاث شرط دي هنختار تصفح معرض الاعمال، فهيدخلنا على معرض اعمال كل الناس اللي رافعه شغل ليها على موقع مستقل. يا لهوي، احنا هندور في كل الاعمال دي؟ لا، هنختار من الفلتر هنا الاكثر اعجابا، وبعدين مش هنخليها اخر 3 شهور، احنا هنخليها جميع الاعمال. هيبدا موقع مستقل يرتبهم لينا على حسب اكتر الاعمال اللي الناس عملت لها اعجاب وحبوها. ممكن انت من المهارات المستخدمه تختارهم بناء على المهاره بتاعتك عشان تشوف اهم الاعمال اللي تخص مهارتك انت. عشان ايه يا برعي؟ عشان اتعلم منهم صح؟ الله، ما انت كنت بتسرقهم في اول فيديو وما تتعلمش، كنت تاخدهم كوبي بيست يا برعي. ما انا تبت بقى رمضان يعني وكده. ها زي ما برعي قال هنتعلم منهم مش هناخد شغلهم، لان ده ممنوع، ومش هنقلد كلامهم بالظبط عشان ما ينفعش نسرق جهد حد، احنا بس بنتعلم منهم. ولو عملنا كده مستقل هيقفل لنا الاكونت بتاعنا. انا مثلا هختار مجال تصميم جرافيك عشان معظم اللي بيتابعنا بيعرف يعمل ده. وهنبص هنا مثلا دي حاجه اتشافت 3400 مره وواخده 148 اعجاب، ودي 4600 مره واخده 118 اعجاب. فخلونا كده نشوف التصاميم اللي هي قبل وبعد. وخد بالك ان اللي ظهر لنا كخلفيات للاعمال دي من بره في الصفحه هنا هي دي الصوره المصغره. فحاول تختار صوره مصغره شكلها جذاب من البدايه عشان تشد انتباه العميل كويس للمعرض بتاعك. فلو دخلنا على وظيفه هنلاقي مجموعه من الاعمال اللي صديقنا هنا عارضها كمثال على شغله، وهم ما شاء الله تصاميم جميله جدا وبتعبر فعلا على قوته. خلي بالك الناس اللي على مستقل معظمهم ناس تقيله. احنا قلنا في الفيديو الاولاني ان مش كله يعرف يشتغل على مستقل، بس كله يعرف يشتغل
بيشتغل على خمسات، ففي الغالب اللي بينافس على مستقل منافسته اقوى شويه وفلوسه احسن. نرجع تاني، احنا قلنا ان الصوره الاولى دي هي الصوره المصغره اللي بتظهر من بره، ووصف العمل هتلاقيه من تحت. لو نزلت هنا هو كاتب عن نفسه وقايل ان الغرض من العمل ده هو عرض العديد من التصاميم بعد جمع البيانات من العملاء، ودي نقطه كويسه بتدل على احترامه لخصوصيه العملاء. خلي بالك انت ما ينفعش تنشر شغل العملاء ليك بدون ما تكون مستأذنهم، دي نقطه افتكرها وركز فيها. مش كل العملاء تبقى حابه ده، وفي حاجات خصوصيه من ضمن الشغل بتاعهم ان هي ما تتنشرش اصلا، ما تعملش ده، واحيانا بيترفع قضايا في الحاجات دي. طب وايه يا دكتوره تاريخ الانجاز اللي انا شايفه ده؟ ده معناه الشغلانه بتاعتك خلصت امتى. مثلا انت خلصتها يوم 1/3/2024، فتكتب دوت في التاريخ الانجاز بتاعك وتقول ان انا خلصتها يوم 1/3/2024، عشان بس العملاء تبقى متابعه معاك تطورات شغلك وانت بتعمل ايه. طب وهو ايه اللي يخليه يعرف تطورات شغلي؟ يعني ايه المناسبه يعني؟ سؤال حلو فعلا. يمكن هو اللي هنشتغل معاه واحنا عاوزين نقنعه بينا ونعرفه ان احنا بنتطور، ولا انت شايف اجابه مختلفه؟ صح انت شاطر على فكره، كنت بختبرك. ده انت اللي ضايع على فكره. المهم يعني ان رابط العمل ده لو شغلك مثلا فيديو مرفوع على اليوتيوب، فممكن تاخد الرابط وتحطه هنا عشان يتعرض على طول، وهكذا. واخيرا بقى المهارات المستخدمه، ودي مهمه جدا عشان تديك تقل على الموقع، انك تكتب المهارات اللي انت استخدمتها لما عملت الشغلانه دي. ولو هنستأذن صديقنا كمال بما اننا عجبنا شغله، فممكن ناخد لفه على الاكونت بتاعه ونشوف الدنيا ظاهره عنده ازاي. كمال ما شاء الله مصمم شعارات من السودان، عنده 31 تقييم على موقع مستقل. وهنلاقي ان في حاجه حلوه على موقع مستقل، انه بيقول لنا معدل اجمالي المشاريع قد ايه. يعني هنا كمال عنده 92%، فمثلا لو اشتغل على 50 وظيفه هو خلص 92% منهم، و8% ما قدرش يكملوا. ومعدل اعاده التوظيف عند كمال كانت 16%. يعني كام في المية من العملاء اللي اشتغلوا مع كمال قرروا انهم يرجعوا تاني ويشتغلوا معاه في بروجكت جديد. واخيرا معدل تسليم المواعيد 47%. يعني لو كان قايل انه بيسلم في خلال 3 ايام مثلا، فهو نجح بالفعل يسلم بالظبط في نص الوظائف اللي اشتغلها، والنص التاني اتاخر فيه. احنا بقى يا برعي بنقول الكلام دوت ليه؟ يا عم انا عارف، هو انا اللي بشرح؟ ما اجي اقعد مكانك احسن ونسمي القناه باسمي بالمره. يا عم بدردش معاك، ده غريب جدا. انا بس قصدي انه انت لما تشتغل مع عميل تهتم بتفاصيل التسليم وكل حاجه، عشان دي بتتحسب عندك على موقع مستقل، وكل الناس اللي هم منهم عملاء هيعرفوا يشوفوها بعدين، عشان ما تاثرش عليك على وظيفه كانت ممكن تبقى. ولو لا قدر الله فشلت في مره مثلا تلتزم قوي، حاول تلتزم في اللي بعدها، ودي تشيل دي باذن الله. بس اهو احنا بنتعلم من اخطاء. نرجع بقى ونشوف لو دخلنا على التقييمات، هنلاقي ان في اكتر من تقييم مختلف، وكل واحد بيبقى ليه تقييمه، وفي الاخر كلهم بيسمعوا في التقييم الاجمالي. فحاول تلتزم مع العملاء في كل الحاجات دي عشان تحافظ على تقييمك. مش لما تنيل اعرف اجيب العميل الاول يا دكتور على مستقل بقى اهتم بده؟ ما تقول لنا بقى نقدم ازاي زي ما عملت مع خمسات. فاكر احنا عملنا ايه في موقع خمسات؟ فاكر هتركني على جنب وتروح تركز مع نفسك. يلا توكل على الله. بالظبط، يلا بسم الله. عشان نبدأ نقدم على خدمة موجودة على موقع مستقل بالفعل، بنيجي عند تصفح المشاريع من هنا. وهنا على اختلاف موقع خمسات، في موقع مستقل بيرتب على حسب العميل منزل من امتى. فهنا مثلا هتلاقي مكتوب من دقيقة، وهنا مكتوب من 18 دقيقة، وهنا من 19 دقيقة. ولو كنت متابعنا في موقع خمسات لو ما اتكلمنا عنه، هنلاقي ان بترتب العروض على حسب اخر واحد مقدم على العرض كان من امتى. طبعا انت ممكن تغير الفلتر من هنا عشان تخليه باحدث حد لسه منزل الخدمه بتاعته، ولا باقدم حد، ولا الاقل عروض ولا الاكثر عروض. الاقل عروض يعني ده مثلا نازل من دقيقه من سهيل محمد منزل الخدمه وكاتب ان هو عايز تسجيلات صوتيه منتظمه باللغه الدنماركيه، ولسه ما حدش قدم اي حاجه، فبيقول لي اضف اول عرض. انما مثلا تصميم فيديو مع مجموعه صور ترويجيه دي نازله من 18 دقيقه ومقدم عليه 9 عروض، وهكذا بتنزل انت وتشوف. طبعا بما ان موقع مستقل هو موقع اقوى زي ما اتكلمنا، فممكن تبحث عن طريق تدخل الكلمه البحثيه اللي انت تبحث عنها او حد منزل خدمه عليها، او بتصنف على حسب التصنيفات من هنا. فمثلا لو انت بتشتغل في الفيديو وصوتيات، ممكن تختار التصنيف بتاعك تصميم فيديو وصوتيات، وتلقائي هنلاقي العروض اللي نزلت في تصميم فيديو وصوتيات، في تصميم بانر احترافي، رسم كرتون صفحه واحده، عمل تصميم لوحات سيارات، واي حاجه انت عاوزها. فتعال نشوف مثلا تصميم فيديو مع مجموعه صور ترويجيه. اول ما دخلنا عليه لقينا وصف المشروع من هنا. اللي منزل المشروع واحده اسمها بدور تقريبا او بدور، فيعني هناخد بالنا. ممكن نشوف الناس تحت بتكلمها باسم ايه. هي حاطه الميزانيه من 100 ل 250 دولار في 7 ايام، ومن 9 عروض قدموا لها متوسط العروض كان الناس بتتكلم في حوالي 150 دولار. شايف الفرق الكبير عامل ازاي ما بين خمسات وموقع مستقل؟ طبعا هو هنا احنا مش هينفع نعمل اي عرض بتاعنا، لانه يجب اضافه 3 اعمال سابقه او اكثر بمعرض الاعمال لتتمكن من اضافه العروض. احنا الاكونت بتاعنا لسه جديد، ما عندناش اي خدمات ولا عروض ليه، فلازم نضيف الاول 3 عروض او 3 معرض اعمال عشان نبتدي نضيف خدمات. فاحنا الاول هنكون اضفنا الاعمال بتاعتنا، بعد كده هندخل على اللي احنا نقدم على العرض. بس تعالوا نشوف بقى على عكس موقع خمسات. يعني خلينا مثلا موقع خمسات لما بندخل على من هنا
على مجتمع خمسات طلبات الخدمات غير موجوده، ونشوف الخدمات المطلوبه من الناس. لو بصينا مثلا على حاجه زي فيديوهات قصيره ودخلنا عليها، هنلاقي 56 واحد مقدم، وانت شايف كلهم كاتبين ايه. يعني هنا تواصل معي وارسل، ده كل اللي هو كاتبه. مثلا محمد كاتب من اول هنا لحد هنا، انت شايف وشايف الاعمال بتاعته وشايف الرابط بتاعه وكل حاجه. على عكس خمسات فمستقل اللي مش بيخليك تشوف هم كاتبين ايه، بيخليك تشوف في الاول اول سطر وكام كلمه بعديها، والباقي مستقل بيخفي. فبالتالي انت عندك افضليه اللي انت تصيغ العرض بتاعك بطريقه كويسه جدا، وتحط اعمالك بطريقه مبتكره، وتفكر في كتابه كويسه جدا. ولو عايز تعرف احنا بنفكر ازاي، فترجع لفيديو خمسات اللي اتكلمنا فيه ازاي بتقدم عرض عمل قوي. فلو كنا بنحسن من عرض العمل بتاعنا في موقع خمسات، فموقع مستقل هو اقوى موقع مطلوب فيه نحسن عرض العمل بتاعنا في المواقع العربيه، لان العروض بتبقى مخفيه، وانت في مصلحتك اللي انت تقدم عرض قوي جدا عشان تفوز بده. طبعا نفترض ان احنا عندنا 3 اعمال سابقه دي في تحليلنا يعني، فهنلاقي هنختار اللي احنا هنسلم مده كام يوم تسليم. هنبص على العميل هو عايز 7 ايام، فاحنا ممكن نقول له مثلا 5 ايام. هو مقدم من 100 ل 250 دولار، فاحنا مثلا لو هنتكلم زي الناس ما بتتكلم 150 دولار، عايزين نقلل شويه، فهنقول خلاص هنقدم 100. طبعا موقع مستقل بيقول لك مستحقاتك بعد خصم العموله هتبقى 80 دولار، لان موقع مستقل بياخد منك 20%. فيقول لك انت هيوصل لك والله 80 دولار، واحنا ناخد 20% اللي هي العموله بتاعتنا. بعد ما تخلص بتروح كاتب تفاصيل العرض. تفاصيل العرض مهمه جدا، شرحناها بالتفصيل في موقع خمسات لما اتكلمنا ازاي تقدم، وشفنا ايه الاخطاء اللي الناس بتعملها. وعلى فكره نفس الاخطاء هتلاقيها بتتكرر هنا، بس الفكره ان الموقع مستقل اقوى شويه، فتلاقي الناس بتهتم بعرض العمل بتاعه اكتر. طبعا واحد كاتب مساء الخير استاذ بدور، ففي الغالب دوت اسم الراجل يعني بالفعل استاذ بدور. فانت احنا شفنا مثلا من اول سطر وكام كلمه الناس كاتباها، عرفنا الدنيا. فممكن نبص بصه سريعه نشوف هم بيتكلموا ازاي. مساء الخير، لقد كانت طلبك جيدا، نستطيع تصميم مجموعه صور فيديوهات. مرحبا، لقد طلعت عرضك جيدا وبعنايه، انا عندي خبره هكذا. مرحبا، نستطيع تنفيذ طلبك بكل دقه واتقان من حيث. طبعا انت تلاقي ان استطيع تنفيذ طلبك جيدا بدقه واتقان، وقراءه طلبك جيدا. الحاجات دي كلها بتتكرر، والحاجات دي في للاسف شويه محفوظه. فيعني احنا عايزين دخله مش اكله شيء كده، عايزين دخله تكون اقوى شويه. هتلاقيها بالظبط شرحناها بالتفصيل في موقع خمسات عشان ما نطولش الفيديو دوت. فارجع شوفها في فيديو خمسات، احنا كنا بنقدم مثال عامل ازاي، بنبحث ازاي، بنشوف احنا بنعمل ايه. طبعا تقدر ترجع تاني تصفح المشاريع وتبص على كل حاجه نازله من هنا، وهتلاقي العروض اللي نازله ما بيبقاش عروض كتير. يعني هنا مثلا رسم كرتون صفحه واحده، هنا 10 عروض دوت. لو نزل على موقع خمسات احتمال تلاقي 30 40 عرض نازل عليه. فموقع مستقل موقع اقوى، العروض اللي عليه اقل، فرصك في المنافسه احسن لو انت مستواك كويس وبتعرف تقدم عرض عمل كويس جدا. طبعا كده يا دكتوره، التاسك الجاي هو اننا ندور على عملاء على مستقل زي ما عملنا في خمسات لغايه اما يردوا علينا في الفيديو اللي بعده، صح كده؟ الله ينور عليك يا ابو راي، بالظبط كده. بس طبعا احنا هنكون قبلها ظبطنا الاكونت بتاعنا زي ما عملنا في الفيديو ده، وهستناكم الفيديو الجاي ان شاء الله نرجع نطمن على خمسات عشان نكمل شغلنا عليه، ونشوف العميل كلمنا عليه ولا لسه، وهنعمل ايه. نشوفكم في الفيديو الجاي على خير باذن الله، والسلام عليكم. استنى يا عم، انت هتسلقني، عايز احيي الناس زيك. يلا يا جماعه اشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.